السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. خلاص بقى العيد قرب وعايزين نعمل الحاجات اللي احنا بنحبها في العيد دايما. النهاردة هنعمل الكبسة بطريقة حلوة جدا وسهلة جدا ان شاء الله تعجبكم. هنعتمد بإذن الله الوصفة دي للكبسة جميلة جدا جدا، عايزة اقول لكم ولا كلمة. هنشوف النهارده الطريقه بتاعتها سهله، في اقل من ساعه تعمليها على حسب نوع اللحمه اللي انت جايباها. طبعا اللحمه بتاعتنا دايبه جدا، الرز تحفة، النكهات جميلة جدا، والتست الفلفل بحطه فوق الوش، يعني ممكن دي حاجة كده اختياري، اللي بيحبها يعملها، اللي مبيحبهاش مش هيعملها. تمام. هنشوف الطريقة وانا بس بوريكم اكتر، بقطع القطعة كده واوريكم اكتر من حاجة، ونشوف الرز مفلفل قد ايه. تحفة. يلا نجربها مع بعض ونشوف المقادير. معايا كيلو لحمة، وطبعا معايا بصلايه واحده كبيره مفرومه، ومعايا جزرايه واحده مفرومه، ومعايا طماطمتين برضو مفرومين من غير ميه خالص، ومعايا بهارات لحمه، مكعب مرق، ملح وفلفل اسود، ومش هحط الملح دلوقتي خالص، ومعايا بابريكا ومعلقه كركم، كل حاجه معلقه صغيره. تمام. وحبهان وليمون ناشف قرفة ناشفة، ممكن 4 فصوص توم صغيرين جدا، كيلو رز بسمتي، ورق غار. تمام. الرز هتغسليه وتنقعيه حوالي اقل من ربع ساعة، وتنضفيه طبعا، تغسليه كويس جدا، مش عايزينه وقت طويل يتنقع. تمام. وهجيب بقى هنا حلة فاضية تكوني مسخناها كويس قوي، وهتحطي شوية زيت او سمنة. انا حطيت زيت، عشان طبعا اللحمه هتطلع دهون كتير جدا، وكل ده هيخرج في الشوربه بتاعتنا اللي هتخرج من اللحمه. وهنشوف دلوقتي، والنكهات بتاعتها بقى طبعا كل ده هيخش في اللحمه دلوقتي. انا عايزه ادي صدمه مبدئيا للحمه. معاكي لحمه بقى كندوز، بتلو، الحاجه اللي انتي تستخدميها مفيش مشكله، على حسب اللحمه هتقعد معاكي وقت قد ايه. الكبسه هتخلص في اقل من ساعه، بس على حسب قطعه اللحمه اللي انتي قطعاها. تمام. هتديها صدمة وتقلبيها على الوشين لحد ما تكرمل كده مننا، ونبدأ نحط بقية الحاجات اللي ايه، التوابل اللي معانا. تمام. طبعا هي ما بتطلعش مننا اي حاجة، لان انت بتديها الصدمة. وطبعا انا عايزة شفت انت القرمشة الحلوة دي، عايزاها توصل تفضلي على الوشين كده لحد ما تطلع منك القرمشه دي، اللي هتفضل معاكي لحد لما تستوي قطعه اللحمه، واخده نفس اللون، مش بتغير اي حاجه، بل ايه بقى، بتبقي لحمه معاكي عامله زي الزبده. تمام. من احلى الوصفات اللي جربتها للكبسه واعتمدتها وما غيرتهاش تاني الوصفه دي، فجميله جدا جدا بدون مبالغه. ما تقلقوش منها وجربوها ان شاء الله تعجبكم جدا جدا. خلاص بعد ما ادينا صدمه للحمه على الوشين زي ما انتوا شفتوا كده، واللحمه كرملت مني، انزل البصل والطماطم والجزر المبشور. تمام. كل حاجه قطعيها صغير، ابشريها نعميها قوي يعني، عشان مش عايزه حاجه تبقى ظاهره معايا، وكل ده هيدوب في اللحمه لما تستوي. تمام. هتقلبيهم في بعض كده، ونبدا نحط التوابل. عايزين بقى، قلنا المعلقه من كل حاجه، وكمان معلقه كزبره عشان نسيت اقولها، يعني معلقه بهارات لحمه، معلقه كزبره، معلقه كركم، معلقه بابريكا كبيره شويه، ملح، فلفل اسود، الملح في الاخر خالص، هنحط فلفل اسود ومكعب مرق. وهنحط بقى الحاجات الناشفه اللي معانا، اللي هي حبهان، ورق غار، قرفه ناشفه، ليمون ناشف. تمام. كام فص توم هتبشريهم او تدقيهم بقى في الهون، اي حاجه. تمام. مش عايزين التوم يبقى باين خالص، يعني 3 4 فصوص توم، انا كنت جايباهم صغيرين جدا، حاجه بس تديني تيست، مش عايزه التوم يبان، بس التيست بس اخد منه تيست بسيط، بيعمل فرق حلو قوي في اللحمه. ومعايا ميه مغليه، يعني حوالي رتلين ميه على الكيلو اللحمه. تمام. لحد ما تملي 3/4 الحله، وخلاص قلبيهم في بعض كده واقفلي عليها. مش عايزه اقولك اللي احنا خلاص بعد ما وصلنا للمرحله دي ما باخدش غلوه واحده وبلاقي ريحه البيت تحفه، يعني اللي مش جعان جاع من ريحه اللحمه وهي بتستوي في الشوربه بتاعتها اللي مليانه كل حاجه ما شاء الله. هي ما خدتش معايا حوالي ساعه الا ربع، وزي ما انت شفتي كده خلاص. لو المية قلت منك هنا في المرحلة دي بحط الملح بعد السوا. ما بتحطيش الملح للحمة الا بعد ما تستوي، اي نوع لحمة يا جماعة ما بنحطش الملح الا لما بعد اللحمة ما تستوي. تمام. هنا خلاص هشيل اللحمة
بعد ما حطيت الملح وهحط الرز طبعا نقعينه ربع ساعة وغسلينه كويس جدا. هننزل الرز ونظبط الملح بتاعنا تاني لو هنعوز نحط تاني حاجة بسيطة، وننزل عليها اللحمة ونسيبه يستوي حوالي ربع ساعة ومش اكتر من كده. هنا المية لو نقصت منك واللحمة بتاعتك خدت سوا اكتر، هتعملي ايه؟ هتغلي مية تاني على النار او كاتل او حاجة وتزودي مية مغلية. احنا لما بنيجي نسوي لحمة ما بنحط لهاش مية عادية، مش هنعيد السوا من الاول وجديد، لازم مية تكون مغلية. تمام. هننزل بقى كيلو الرز، وقصاد الكيلو اللحمة كيلو الرز، وما بيبقاش الرز اكتر ولا حاجة، بتبقى مظبوطة جدا المقدار معايا. ظبطت الملح وهقفل عليهم، هحط بقى اللحمة واقفل عليهم ربع ساعة بالظبط. والف هنا وشفا اللي يجرب، تحفة جدا. من الحاجات بقى اللي مش لو عملتيها كل يوم ما بتزهقيش من كبسة اللحمة دي، تحفة يا جماعة بدون مبالغة، جميلة. بتغيري بقى، عايزة اقولك انت الريحة بتجيب من فوق وتحت وانت عاملاها في البيت، طعمها جميل جدا لو عملتي منها. طبعا تيست الفلفل ده دي حاجة كده اختياري مش اجباري. انا بحطها فوق الوش، الفلفلايه اللي بتبقى في الكبسة بتبقى تحفة جدا. لو بعمل مندي كبسة اي حاجة بحط فلفلتين كده بتطلع رهيبة. تمام، للي بيحب الحاجات الحراقة شوية. تمام. طبعا ده مش اجباري عليك. خلاص كده استوت ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين بقى، ترجي الحلة وتقلبيها. نغرب بقى الكبسة بتاعتنا، وجربي الكبسة من اجمل الحاجات اللي هتجربيها وتعتمديها ان شاء الله. عايزه اقول لك الرز الاخر حبه فيه بيفضل مفلفل زي ما احنا مطلعينه كده، مفلفل وتحفه جدا. مش ما تنقصيش حاجة من الوصفة، ما تغيريش فيها اي تكنيك، ما تزوديش مثلا التوم عشان ما تخليش حاجة فجة والطعم فيها طاغي قوي. احنا عايزين النسبة والتناسب ما بين الاطعام او ما بين التوابل اللي تخشي في اللحمة واللي تخشي في الرز وتاكلي احلى حاجة. طبعا الليمون الناشف والقرفة والحبهان مش هنحطهم طبعا في الغرف، احنا بناخد منه النكهات وما بناخدهمش في الغرف خالص. تمام. لو عاجبك تكنيك يعني تست الفلفل ماشي، مش عاجبك ما تحطيش لانه مش بيفرق معاكي في الطعم. انت بس ممكن لو بتحبي الفلفل رميتي فلفلتين كده بتاكلي فلفل بطعم تاني خالص. تمام. انا كده خلصت. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وكل سنه وانتم طيبين. انا كده كده هسيب لكم كل المقادير بتاعته في صندوق الوصف، واي رشه بقى من فوق الوش مكسرات عندك، كاجو لوز فستق اي حاجه. لو في كمان صنوبر اي حاجة عندك في المكسرات تقدري تحطيها، مفيش مشكلة خالص. وعيد اضحى سعيد علينا جميعا يا رب. سلام عليكم.